أبي اللي عندها 26 سنة كانت راكبة على الحصان بتاعها وبدأت إن هي تجري بيه بأقصى سرعتها. كانت مستمتعة بإحساس الهوا وهو بيخبط في وشها وكانت في اتجاهها للإسطبل. أبي كانت قضت النص الأول من صيف 2016 وهي مأجرة أوضة في مزرعة حيوانات. كانت بتقضي أيامها في ركوب الخيل واستكشاف الساحل. المكان ده كان على بعد نص ساعة بس من المكان اللي اتربت فيه، فكان منظر طبيعي مألوف ليها، وهي عمرها ما زهقت من قعدة الطبيعة. كانت بتحاول إن هي تقضي معظم الصيف بره بتستمتع بأشعة الشمس. وعصر اليوم ده من شهر أغسطس كان آخر يوم ليها في مزرعة الحيوانات، وكانت مستعدة لمغامرة جديدة. كانت بكرة هتسافر ألاسكا عشان تشتغل عاملة على سطح مركب صيد. هي عمرها ما طلعت في البحر أكتر من كام يوم، بس أبي كانت دايما مستعدة إن هي تجرب حاجات جديدة. ففي اليوم ده هي شدت اللجام بتاعة الحصان عشان يقف، بعدين نزلت من عليه ودخلت الحصان الاسطبل. وأول ما دخل في الحظيرة بتاعته هي قفلت البوابة، بعدين مشت بين صفوف الحظاير التانية وهي بتودع الأحصنة التانية. وفي آخر الممر كان في البقرة الوحيدة اللي فاضلة في المزرعة بتاكل قش لوحدها. طبطبت عليها طبطبة خفيفة قوي على مناخيرها، بعدين قفلت باب الاسطبل وراحت عشان تبدأ المغامرة الجديدة بتاعتها في ألاسكا. تاني يوم أبي ركبت طيارتين وتاكسي ووصلت لبلدة صغيرة في ألاسكا اللي كان المركب بتاعتها موجودة فيها. وهي ماشية في الشارع قدرت تحس إن هي دخلت عالم جديد تماما. الغابات اللي حواليها كانت كثيفة، القمم اللي فوقيها كانت مغطية بالتلج حتى في الصيف. الهوا كان منعش بطريقة عمرها ما حست بيها قبل كده. هي اتجهت ناحية الشط وشافت المركب بتاعها راسي في المينا، وأول فكرة جت في بالها إنه شكله أصغر من اللي شافته في الصور. بس أفراد الطاقم اللي رحبوا بيها كانوا لطاف ودودين، وواحد منهم وداها لسريرها وبدأ إن هو يساعدها عشان تستقر. كانت مبسوطة قوي بوجودها هناك ومتحمسة للي مستنيها. تاني يوم الصبح كان الطاقم كله وصل، وبمجرد ما حملوا الإمدادات بتاعة المركب اتحركت بعيد عن الشط واتجهوا عبر الخليج ناحية المحيط المفتوح. على طول جه الوقت إن أبي تبتدي شغل. اشتغلت مع واحدة شابة تانية اسمها أليسون، ودي كانت من أفراد الطاقم المنتظمين، وهي اللي ورت أبي إزاي تشتغل مع باقي العمال على السطح عشان يركبوا الشبك الكبير التقيل. الموضوع كان صعب. هي كان لازم إن هي تساعد في رمي الشبكة الضخمة في الموج بإيد واحدة، وفي نفس الوقت ماسكة حبل بالإيد التانية عشان تسحبها تاني. كمان الشبكة كانت بتتشابك بسهولة جدا، وكانت بتبقى تقيلة بشكل مفاجئ أول ما بتتبل. فنقدر نقول إن أول صباح لأبي في الشغل كان مرهق فعلا. الموج كان عمال يضرب في سطح المركب ويغرقها يخليها ترتعش من البرد، رغم إن الوقت ده كان صيف. على مدار الأيام القليلة اللي بعد كده المشرفة بتاعت أبي أليسون علمتها كل حاجة ممكنة عن الشغل في مركب صيد تجاري، ورتها ازاي تفرز السمك حسب الوزن، وازاي ترصه كويس في مبردات التلج عشان يتباع في البر الرئيسي، وازاي تمسح السطح، وازاي تنظف السكاكين والشبك اللي كانت دايما بتتغرق بدم السمك والطعم. وبكده هي عرفت إن الحياة في البحر مش سهلة أبدا، بس الموضوع يستاهل. الموضوع كان ممتع. فأول ليلة جمعة لأبي على المركب الطاقم شوى عشاء احتفالي على السطح واتفرجوا على غروب الشمس مع بعض. في اللحظة دي هي أدركت إن مفيش أي مكان تاني في العالم كانت بتتمنى تكون فيه. الموضوع كان رائع. وبعد العشاء هي بدأت تساعد في تنظيف المطبخ، وبعدين رمت نفسها في سريرها. كانت بتسمع صوت الموج بره وبدأت إن هي تروح في النوم. بس فجأة انزعجت من حاجة غريبة في عينها الشمال. استغربت لو كانت دي حباية رمل أو يمكن جزء من قوقعة مثلا كانت موجودة في الشبك دخل في عينيها. فقامت من على السرير وراحت للحمام اللي في آخر الممر، وبدأت إن هي تغسل وشها بمية ساقعة. حاولت إن هي ترمش عشان تنظف عينيها الشمال، وبعدين نشفت وشها ورجعت لسريرها. كانت محتاجة إن هي تنام كويس عشان طبعا تاني يوم شغل طويل. تاني يوم الصبح عين أبي الشمال كانت لسه مضايقاها، بس دلوقتي كمان جالها صداع. رجعت الحمام بصت في عينيها تاني، والمرة دي شافت إن هي حمرا وملتهبة. قررت إن هي تتجاهل الموضوع وتكمل شغلها. في سمك لازم إن هي تصطاده، وفي حاجات محتاجة إن هي تتنضف. وبعد 5 أيام كانت واقفة على السطح بتحاول إن هي تشتغل. رغم عدم الارتياح حالتها كانت مش بتتحسن أبدا. الصداع بتاعها اتحول من صداع خفيف لصداع نصفي كامل. والأسوأ من كده إن جفنها الشمال بدأ إنه يرتخي، وده كان بيخلي صعب عليها
إن هي تفتح عينيها بالكامل. في الفطار بقى بتاع صباح تاني يوم، المشرفة بتاعتها أليسون سألتها إذا كانت كويسة، وأبي قالت لها إن هي مش مرتاحة، بس اللي بيحصل ده غالبا مجرد التهاب عنيد في العين. ولحسن الحظ هما كانوا مقررين إن هما يرجعوا للبلدة بتاعتهم بعد الظهر لفترة قصيرة عشان ينزلوا السمك ويعبوا إمدادات جديدة ويدوا الطاقم شوية راحة. أبي قررت إن الوقت جه عشان تواجه الحقيقة، وإن اللي بيحصل في عينيها وصداعها ده غالبا مش هيروح لوحده، هي محتاجة فورا تدخل طبي. فأول ما المركب رسى في المينا هي بدأت تساعد في ربطه في الرصيف. معظم الطاقم طبعا راح البلد عشان يشتري إمدادات ويغسل هدومه ويستمتع بيوم على البر. بس أبي رجعت المركب ونزلت الممر للحمام، عينيها كانت بتوجعها قوي في اللحظة دي، فكانت عايزة إن هي تبص عليها مرة أخيرة قبل ما تنزل البر وتدور على دكتور. دخلت الحمام، قفلت الباب وراها، خدت نفس عميق، بعدين بصت لنفسها في المراية، ولما شافت عينيها قدرت تعرف إن حالتها سيئة جدا. مقدرتش تتخيل شكلها كان إزاي قدام زمايلها في الطاقم. بدأت إن هي تعدي صابعها على جفنها عشان تشوف يمكن تلاقي أي جسم غريب في عينيها هو اللي مسبب كل التهيج ده. وبعد لحظة وهي بتحرك صابعها حوالين عينيها حست بحاجة صغيرة ورفيعة، ونجحت إن هي تطلعها من عينيها. ولما عملت كده أبي خدت نفس عميق بارتياح. دلوقتي بعد ما لقت الجسم الغريب اللي كان في عينيها افتكرت إن هي ممكن إن هي تبدأ تحس بتحسن، بس لما بصت كويس على الحاجة اللي طلعتها من عينيها الموضوع كان بشع. بدأت تصرخ لأن بين صوابعها كان فيه دودة. أول رد فعل طبعا إن هي رمتها على طول، غسلت إيديها كذا مرة، بعدين من المنظر البشع كان هيغمى عليها. أبي طلعت تجري على طول وراحت على باب الأوضة بتاع أليسون وفتحت الباب عليها وبدأت تحكي لها على كل اللي حصل. بق أليسون اتفتح من الدهشة، وقالت لها إن هي اشتغلت على مراكب كتير على مر السنين وشافت حاجات غريبة، بس مفيش حاجة زي دي أبدا. بدأت تسألها لو كانت مسكت أي سمك شكله مصاب وهي بتنظف الشبك، يعني يمكن الدودة دي كانت نوع مثلا من اليرقات اللي كانت موجودة في السمك. تخيل الموضوع ده بالنسبة لأبي خلاها تنهار. بعدين قعدت وبدأت إن هي تفكر إيه اللي حصل بالظبط. أليسون فتحت الكمبيوتر بتاعها، بدأت تبحث في جوجل عن الديدان بتاعت الأسماك. الاتنين بصوا على النتائج، الديدان دي كانت موجودة بس مفيش أي ذكر إن ليها أي علاقة بالبشر. فهنا أليسون قالت لأبي إن الموضوع ملوش علاقة بالأسماك، انتي لازم تروحي فورا للدكتور. وقالت لها إن المركب مش هيرجع البحر تاني لمدة 24 ساعة، فهي عندها الوقت الكافي إن هي تروح وتطمن على نفسها. أبي راحت لمطبخ المركب اللي كانوا بيحتفظوا بيه بملف الأرقام الطوارئ، ولقت رقم عيادة رعاية عاجلة في البلدة. اتصلت وشرحت حالتها، بعدين حجزت أقرب ميعاد متاح عندهم اللي كان تاني يوم الصبح بدري. فطبعا كان قدامها وقت، رجعت سريرها، حاولت على قد ما تقدر إن هي ما تتجننش من كتر القلق بسبب الموقف طبعا الصعب اللي كانت فيه. بس كل ما كانت بتغمض عينيها عشان تنام كانت بتحس إن في حاجة ماشية في عينيها الشمال، فكانت بتقوم مفزوعة وقلبها بيدق بسرعة. تاني يوم الصبح أبي كانت قاعدة في منطقة الانتظار الصغيرة في العيادة ورجليها بتخبط في الأرض من التوتر. عينها الشمال كانت حمرة جدا منتفخة تماما، وجفنها كان مرتخي أكتر من أي وقت فات. بعد دقايق دكتور بدأ إن هو ينادي عليه عشان تدخل أوضة الكشف، وعلى طول بدأت إن هي تحكي للدكتور كل حاجة عن أعراضها المروعة خلال ال5 أيام اللي فاتوا. هو كان بيهز راسه وبيستمع لها، بس اعترف إنه عمره ما شاف حالة زي حالتها قبل كده. العيادة كانت عالجت بحارة صيادين كتير على مر السنين كانوا بيصابوا بطفيليات غريبة في البحر، وعادة ده بيحصل من التعامل مع جثث السمك القديمة، بس دي كانت بتأثر على الأمعاء مش العيون أبدا. طبعا أبي كانت متلخبطة، إزاي ممكن تكون اتصابت بحاجة دكتور محلي في المنطقة دي عمره ما عالجها قبل كده؟ يعني إيه اللي أبي عملته مختلف عن الصيادين التانيين؟ بعدين الدكتور ده خلاها تميل لورا في كرسي مائل، ووجه ضوء قوي فوق راسها. هو بدأ إنه يفتح عينها الشمال وبيتحسس حافتها بلطف بأداة صغيرة، وفجأة الدكتور ده اتجمد مكانه. أبي اتوترت لما الدكتور غير الأداة ومسك ملقاط صغير، بعدين قرب أكتر وحست إنه بيشد حاجة من عينيها. وبعدين ببطء الدكتور رفعها ناحية الضوء، واتضح للأسف والحاجة البشعة والصعبة قوي إن دي برضو دودة.
كانت خلاص هتقوم ويغمى عليها، بس الدكتور مسكها وثبتها جامد وقال لها إن هما لسه مخلصوش. وبعد كام دقيقة بدأ إن هو يطلع حاجات تانية كتير. عقلها في الوقت ده كان بيشتغل بسرعة، الديدان دي جت منين، والأهم من كده ليه دكتور ما يعرفش إيه ده أو إيه اللي ممكن يعملوه. وماذا لو بعض الديدان دي حفرت أعمق ناحية مخها، مين عارف إيه نوع الضرر اللي ممكن يسببوه. في النهاية الدكتور بتاعها رجع بكرسيه لورا، بدأ إن هو يتكلم ويعترف إن وضع أبي يبدو إن هو خطير جدا، بس هو معندوش الأجهزة اللي تحدد إيه الكائنات دي أو إزاي يتخلص منها كلها. وأفضل حل ليها إن هي تسافر بلدها وتشوف أخصائي عيون في أسرع وقت ممكن. هي وافقت فورا طبعا، بعدين وقفت وشكرت الدكتور وخرجت بره، ومشت في شوارع البلدة الصغيرة دي وهي في حالة توهان بتفكر في كل سيناريو أسوأ ممكن يحصل، بداية من العمى لتلف في المخ للموت. حست إن هي مخترقة مغلوبة على أمرها، وحيدة تماما. قررت إن هي ترجع للرصيف وتعتذر للقبطان، وقالت له إن هي لازم ترجع بلدها حالا. تاني يوم بعد الظهر أبي وصلت المطار ونزلت من الطيارة وخدت تاكسي مباشرة لقسم طب العيون. بطنها كانت بتتقلب من القلق، بس كان إحساس كويس طبعا إن هي رجعت ولايتها. مشت بسرعة جوه المجمع الطبي الضخم والحديث، سجلت دخولها. الممرضة بدأت إن هي تفحص عينيها بكاميرا تليفونها، كانت لسه لونها أحمر منتفخة جدا، جفنها العلوي كان مرتخي لدرجة إن أبي كانت بتتساءل هل هتقدر إن هي تفتح عينيها تاني. بعد دقايق الممرضة ندهت على اسمها ودخلتها أوضة كان مستني فيها كذا أخصائي عيون. أول ما أبي دخلت شرحت كل مرحلة من اللي حصل لها، أسابيعها على المركب، الالتهاب اللي بيزيد، كل الديدان اللي طلعتها. هما كانوا بيسمعوا بيهزوا راسهم، واحد منهم بيكتب ملاحظات. ولما أبي خلصت واحد من الدكاترة مل قدام وقال لها إنه عنده أخبار كويسة، غالبا الموضوع ده ولا حاجة. قال إن المرضى كتير بيجوا فاكرين إنهم عندهم نوع من الطفيليات أو حشرة غريبة في عينيهم، بس في الغالب الموضوع بيطلع مجرد مخاط. هي طبعا كانت حاسة إن دمها بيغلي، الدكتور اللي في ألاسكا ما طلعش مخاط من عينيها، هو حرفيا طلع ديدان، حتى إن هو بعتها المعمل عشان تتحلل. فهي بدأت إن هي تحكي لهم كل ده وتأكد إن لأ، هي متأكدة إن هو كان بيطلع ديدان. الدكاترة اللي في الأوضة نيموها على ترابيزة عمليات وبدأوا إن هم يفحصوا عينيها. وبعد الفحص قالوا إن مفيش أي حاجة، واقترحوا إن هي أكيد اتعاملت مع حاجة على المركب، بعدين يمكن لمست عينيها، بس أيا كان الديدان اللي اتصابت بيها فهي راحت دلوقتي. أبي كانت بتترجاهم إن هم يستنوا شوية يحاولوا تاني، وإن أكيد هيكتشفوا حاجة. هي راحت تنام امبارح بالليل وهي حاسة بديدان بتتحرك في عينيها، فهي عارفة إن هم لسه هناك. الدكاترة كانوا بيبصوا لبعض بنظرات شك، بس وافقوا إن هم يخلوا أبي تستنى شوية بما إنها جت كل المسافة دي من ألاسكا. كلهم قاموا وسابوها لوحدها في غرفة الكشف. هي قعدت هناك باصة للسقف، حاسة إن هي خلاص هتنهار، والأول مرة كانت بتتمنى إن الديدان دي تكون موجودة. بعد حوالي نص ساعة هي بدأت تحس إن في حاجة بتتحرك جنب جفنها، صرخت للدكاترة اللي كانوا بره في الممر. كلهم جروا وفتحوا جفنها الشمال، قربوا قوي وبصوا بالضوء، وبعدين واحد من الدكاترة صرخ صرخة مفاجأة. أبي كانت طايرة من الفرحة لأن أخيرا هم شافوا اللي هي شايفاه. الدكاترة بدأوا إن هم يعملوا فحص لعينيها الشمال، وفي دقايق كانوا فعلا اكتشفوا الديدان دي. هما كانوا في حالة صدمة، ولا واحد فيهم شاف أي حاجة زي دي قبل كده، فبدأوا إن هما يسألوا أبي أسئلة كتير، بس هي كمان كان عندها أسئلة ليهم. بدأت تقول لهم هي اتصابت بالديدان دي منين، وإزاي ممكن يكون في العدد ده كله، هل هما بيتكاثروا وبينتجوا في عينيها، مدى خطورتهم قد إيه، ماذا لو دي كانت مجرد بداية لحاجة أسوأ بكتير. بس هما ردوا عليها وقالوا لها إن هما محتارين تقريبا زيها بالظبط، وإن هما ما يقدروش يجاوبوا على أسئلتها دي، وإن هما لازم يتأكدوا إيه السبب قبل ما يعرفوها حالتها. الموضوع ده طبعا سابها حاسة بالخوف والإحباط، ولما الكشف خلص سابت المبنى وقعدت بره، غمضت عينيها، حاولت إن هي تركز على دفء الشمس، بس كانت لسه حاسة بالديدان بتتحرك تحت جفنها. والأسبوع اللي بعده واحد من أكبر خبراء الطفيليات في العالم، دكتور ريتشارد برادبري، مشي ناحية مكتب الاستقبال في المقر الرئيسي لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أتلانتا. موظفة الاستقبال ادت لدكتور ريتشارد طرد مكتوب عليه عاجل. رجع مكتبه وفتح الطرد وفرد محتوياته على المكتب. كان في العلبة دي ديدان محفوظة في الفورمالين.
ومعاها تقرير حالة. الطفيليات دي كانت تخصصه، فدكتور ريتشارد كان متعود إن هو يتبعت له كائنات غريبة في البريد، بس على طول قدر إن هو يعرف إن دي مش حالة عادية، دي كانت ديدان اتشالت من عين شخص ما، وهو كان عارف إن نوع واحد بس بينطبق عليه الوصف ده، وهو طفيل نادر معروف باسم دودة كاليفورنيا للعين. هي في العادة بتصيب الثدييات الصغيرة بس زي الكلاب والقطط أو الخرفان، لكن كل فين وفين كانت بتلاقي طريقها للبني آدمين. الموضوع كان مقلق. في الكائنات الصغيرة طبعا الموضوع بيبقى خفيف، بس أحيانا الديدان كانت بتسبب أكياس أو حتى العمى، لكن في الإنسان الضرر المحتمل من الديدان دي كان أغلبه مش معروف. فدكتور ريتشارد أدرك إن أبي ممكن إن هي تكون فعلا في خطر كبير، وهو كمان كان قلقان إن الحالة دي ممكن تكون معدية. هل ممكن تكون نقلت العدوى دي لناس تانيين؟ ولو كده يبقى هو لازم يتصرف بسرعة. في الوقت ده هو بدأ إن هو يملى الملف بتاع الحالة ويكتب إن هو بيعتقد إن دي دودة كاليفورنيا للعين، لكن تردد. ألاسكا كانت بعيدة قوي عن كاليفورنيا، ودودة كاليفورنيا للعين في الحقيقة ما كانتش بتصيب البني آدمين في معظم الوقت، وعشان كده كان عنده إحساس ملح إن ممكن يكون في حاجة مختلفة هي اللي غزت عين أبي. فقرر إن هو لازم يعمل فحص على الديدان دي، ولما بدأ إن هو يعمل الموضوع ده تحت الميكروسكوب ولما كبر الصورة شاف فورا إن دي مش دودة كاليفورنيا للعين. الدودة كان شكلها مختلف، أجزاء تانية من جسمها كانت في أماكن غلط، وكل ما كان بيدرس الدودة دي أكتر كل ما كان بيتأكد إن دي حاجة عمره ما شافها قبل كده، وده خلاه يتساءل إيه ده؟ هو متخصص في الطفيليات، عنده خبرة عشرات السنين، فلو ما قدرش يتعرف عليها فمين اللي هيقدر؟ دكتور ريتشارد استعان بمجموعة المراجع الضخمة بتاعت مركز السيطرة على الأمراض، واللي كان فيها مئات الطفيليات النادرة من كل أنحاء العالم. وأثناء ما كان بيقلب في واحد ورا التاني مفيش ولا دودة من اللي كانوا متسجلين كانت شبه اللي هو لسه شايفه في المعمل. الموضوع كان طويل وممل، وأثناء ما كان ماشي بالترتيب الزمني فضل يدور لغاية ما عدى الخمسينات والأربعينات ودخل في التلاتينات. كان بيفرز كل الطفيليات اللي كانت موجودة على مر السنين، وأثناء ما كان بيعمل كده عينه بدأت إن هي تزغلل، وفجأة وقف وبدأ إن هو يركز على رسمة غريبة كانت بتاريخ 1928، والنص اللي معاها كان مكتوب بالألماني. يعني الكائن اللي كان موجود في الرسمة كانت هي بالظبط اللي في عين أبي. بس السؤال هنا، الدودة دي عمرها ما اتلاقت في إنسان قبل كده، لأنها كانت بتتواجد في الماشية وبس. الديدان دي كانت عايشة حياة غريبة جدا، بتعيش وبتتجوز وبتتكاثر على سطح عين البقرة، ولما بينتجوا دود صغير عين البقرة بتفرز صديد عشان تحمي نفسها، وبعدين الدبان اللي بيبقى ملموم حوالين البقرة بيقف في الصديد ده وبيبدأ إنه يشرب منه. ودود الصغير اللي الدبان بيكون شربه بعد كده بينمو جوه الدبانة لغاية ما بيكبر قوي، فالدبانة بترجعهم تاني وغالبا في عين بقرة تانية. يعني هي دي الطريقة اللي المرض بينتشر بيها. لكن في حالة أبي دبانة رجعت الدود الصغير في عينيها الشمال، والدود ده كبر وعاش في عين أبي. تاني يوم أبي كانت قاعدة في شقتها بتسمع الدكتور وهو بيشرح لها تشخيصها. رمت نفسها على الكنبة وهي قرفانة تماما. هي كانت مصدقة إن هما أخيرا حلوا اللغز، بس الموضوع كان مقرف جدا. وهنا هي افتكرت البقرة الوحيدة اللي كانت في المزرعة بتاعتها في الصيف، واللي كانت دايما بتلاحظ ازاي الدبان كان ملموم على عينين البقرة طول الوقت، بس البقرة ما كانش بيبان إن هي متضايقة أو بتعمل أي حاجة بخصوصهم. أبي عمرها ما هتفكر في البقرة العجوزة الوحيدة دي بنفس الطريقة تاني. كانت مصدومة إن كل اللي هي بتمر بيه ده بسبب إن هي قربت من البقرة دي، وإن دبانة من اللي كانوا واقفين راحت لعين أبي. هي في الوقت ده سألت الدكتور إيه الخطوة اللي جاية، وهو قال لها إنهم ناقشوا الموقف، وفي الحقيقة قرروا إنهم يبعتولهاش دواء علاج الطفيليات أكيد هتقتل الديدان دي، بس دودة ميتة ممكن إن هي تتحشر في عين أبي وتسبب ندبة دائمة، وإن العلاج الآمن إن هي اللي تبدأ تشيل كل ما تحس بإحساس إن في دودة إن هي تشيلها بنفسها. ودي طبعا حاجة مقرفة جدا. هي عمرها ما كانت تتخيل إن دي النهاية السعيدة اللي كانت بتتمناها، بس كانت مضطرة إن هي تعمل كده. الموضوع استمر لمدة أسبوعين كاملين. كل ما كانت بتحس بالإحساس ده كانت بتشيله، وبعدين بقى واضح إن عينيها بقت نظيفة تماما. مع الوقت هي اتعافت تماما ودخلت الكلية عشان تدرس علم النفس. ورغم كده ومهما قابلت مين،
هي نادرا ما بتقول لهم إن واحدة من الحاجات اللي ممكن إن هي تتشهر بيهم هي إنها الشخص رقم 11 بس في تاريخ أمريكا الشمالية بالكامل اللي تتصاب بديدان العين. وبس كده حلقتنا خلصت. أتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ياريت ما تنسوش تعملوا لي لايك، تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وبإذن الله أشوفكم في حلقة جديدة.